مساء الخير أو صباح الخير، حسب التوقيت اللي أنت بتسمعني فيه. والله يا عزيزي، عايز أسألك النهاردة سؤال بسيط كده في مساحة الفراغ بتاعتنا. وليه أكتر الحاجات اللي بتوجع ميبقاش فيها خناقة ولا صوت عالي ولا حتى كلمة قاسية؟ أهلا بيك يا عزيزي في مساحة فراغ جديدة. خلاص أنت عرفت نظامنا وكنت جديد معانا، هات معاك كوباية الشاي وسندوتش الحلاوة. وأهلا بيك معانا في مساحة فراغ جديدة. معلش النهاردة هتلاقيني ماسك كوباية القهوة، وانا قلت لك قبل كده لما تلاقيني ماسك كوباية القهوة تحسس مسدسك من تحت الطاولة. موضوع شغلني، والسؤال اللي سألته في الأول شغلني أكتر. أحيانا الوجع بيجي من رسالة واتساب سطرين في آخر لحظة: معلش مش هينفع النهاردة. مش عشان الخروجة راحت ولا عشان القعدة اتلغت، لكن عشانك فجأة كده حسيت انك كنت حاطط يومك على الرف الغلط. احنا متربين الإلغاء ده حاجة عادية، ظروف الدنيا، معلش حصل خير. بس السؤال اللي ما بنسألوش: هل كل إلغاء شبه بعضه؟ ولا في إلغاء وفي إلغاء بيشيلك من الحساب؟ علم النفس الاجتماعي عنده مصطلح ظريف شوية اسمه التجنب منخفض التكلفة. مش عليه تنزيلات ولا حاجة، بس خليني أقول لك يعني إيه على حسب فهمي ليه. أنا مش متخصص في الجزئية دي، بس بيقول لك إن التجنب منخفض التكلفة ده بيعني إن الشخص عايز يحتفظ بيك كفكرة، كاحتمال، كاسم في الكونتاكت، لكن مش عايز يدفع تمن العلاقة دي. أي علاقة ليها تكلفة: وقت، التزام، وضوح، وأحيانا شوية إحراج. فالإلغاء في آخر لحظة ده بيبقى أرخص حل، أرخص من أنا مش فاضي، أرخص من مش قادر ألتزم، وأهم من خلينا نقلل شوية. في حياتنا اليومية ده بيحصل على طول. صديق يظهر لما يكون فاضي ويختفي لما حياته تمل. زميل فاكرك دايما اختيار احتياطي، مش أول اختيار بالنسبة له. وهنا بقى خلينا نوصل لفكرة أعمق شوية، وهي اختلال القيمة الزمنية. في ناس متصالحة جدا مع فكرة إن وقتها مقدس، وقتها من ذهب، بس وقت غيرها ستريتش، قابل للتمدد والضغط والمسح. اعتبره وقت بلاستيك عادي، تمام، يرميه في أي وقت، يستغنى عنه، يطبقه، يعمل فيه اللي هو عايزه. يعني هو اتأخر عادي، انت اتأخر يقولك ايه اللي الذوق دي. هو يلغي ميعاده: ظروف يا أخي، انت ايه مش مقدر؟ تمام. انت تزعل يقولك ايه الحساسية الزيادة دي. بس احيانا على فكرة الالغاء برضو، عشان ما نبقى سوداويين اوي في مساحة فراغنا الجميلة الفرفوشة دي، مش دايما بيبقى يعني دايما الالغاء وراه شر. احيانا بيبقى غياب وعي. احيانا في عالم سريع، تمام، الناس بتلاقيها بتتعامل مع البشر زي المواعيد في الاجندة: دراج اند دروب وديليت. بس دماغك انت ما بيفهمش التكنولوجيا دي، ولا دماغ انا شخصيا برضو. احنا دماغنا بدائي شوية، لسه بيسأل كده اسئلة يعني قديمة. تمام. هو انا مهم؟ هو انا مرغوب؟ ولا انا موجود عشان يتملي بيا الفراغات في العلاقة دي؟ عشان كده الالغاء المتكرر بيترجم جواك مش كحدث، لكن كرسالة بتعبر عن مكانتك. انت ما بتعتبرش ان الخطة اللي فشلت، لكن بتعتبر ان مكانتك هي اللي مش ثابتة. الألم هنا مش نفسي بس، لا، ده انا بعتبره ألم وجودي. احساس خفيف كده ومش ظريف، انك قابل للاستبدال من غير ما حد يقولها صراحة. طبعا مش كل الغاء خيانة اجتماعية. في ناس بتلجأ عشان اصلا طاقتها النفسية مكسورة، مش قادرة، ما عندهاش قدرة. في ناس عندها يعني رهاب اجتماعي، قلق اجتماعي، تمام، بيهاجمها فجأة، ففعلا بتبقى الناس دي مش قادرة. بس في فرق، يعني انت بتحسه. الفرق مش في الإلغاء، الفرق في تحمل المسؤولية العاطفية للإلغاء. الشخص اللي بيبقى عنده وعي بالمسألة دي بيفسر لك، بيبرر لك، بيقول لك أنا تعبان، أنا قصرت، سامحني، تمام، خلينا نحدد ميعاد تاني، ويلتزم بيه. إنما بقى الإلغاء الغامض ده اللي إحنا بنقابله في حياتنا من غير تفسير، ده معناه إن يعني إيه، بيقول لك بص بقى، شيل الإحساس ده لوحدك، أنا هكمل يومي عادي، يعني ما توجعش قلبي. تمام. وهنا بقى تعالى ندخل بقى الفلسفة بالمرة مع علم الاجتماع، تمام، ونتكلم عن فيلسوف اسمه مارتن بوبر. تمام.
الراجل ده كان بيقول ان في نوعين من العلاقات، انا انت وانا هو. يعني ايه الكلام ده؟ انا بصراحة لما قريتها ما استوعبتش كتير يعني، بس هنحاول نستوعب مع بعض. في علاقة بتشوفك انسان كامل، وفي وعلاقة بتشوفك وظيفة مؤقتة. الالغاء المتكرر ده بيحولك من انت لهو، حاجة بتتأجل مش شخص بيتراعى. عشان كده الالغاء في اخر لحظة ده مش مشكلة تنظيم وقت، ده نمط علاقة. العلاقات الصحية تمام مش معناها ان الخطط دايما تنجح، لكن معناها ان الفشل نفسه بيتم احترامه. فالسؤال الحقيقي تمام مش هما ليه بيلغوا، السؤال هل انت قابل تفضل موجود في علاقة مكانتك فيها دائما قابلة للإلغاء؟ وخلينا بقى نختم بسؤال وجودي تمام، وهو احنا ليه اصلا موجودين دلوقتي في مساحة الفراغ وبدون موعد؟ عرفت انت مهم عندي ازاي؟ يلا يا سيدي بقى وانت خارج خد معاك كوباية الشاي او اللي فضل منها، وخلينا اكمل فنجان القهوة في الوقت الشعري اللي انا بكلمك فيه ده وفي مساحة الفراغ. وافتكر ان احنا قد نلتقي او لا نلتقي، لكن الاكيد ان احنا مش هنعرف بعض. سلام عليكم.